الاهلي ملك الثلاثات. انتهى لقاء الاهلي مع حرس الحدود بثلاثيه اخرى. النادي الاهلي يرسم التاريخ من جديد. نادي الاهلي يلقن كل منافسيه الهزيمه بالثلاثه كالعاده. فوز مريح، فوز وكأنه تقسيمة من لعيبة النادي الأهلي، والأهلي فعلا بمنحدر. تقول لي غياب كهربا مش مشكلة، تقول لي حسين الشحات أقول لك مش مشكلة، أقول لك بيرستاو في الشوط الأولاني ما كانش موجود. الأهلي برضو هو ملك الحركات وملك الثلاثات. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، مباراة عظيمة، مباراة كبيرة جدا وكأنها تقسيمة في الشوط الأولاني. طبعا شفنا في برضو ضغط من لعيبه النادي الاهلي، ولولا الاهداف الضائعه اللي هي زادت عن الحد زي ما بيقولوا كان ممكن اللقاء يخلص 5 أو 6. فعلا النادي الاهلي عظيم، ونادي الاهلي بمنحدر. يزعل اللي يزعل، يتفلق اللي يتفلق، ولكن النادي الاهلي هو صانع السعاده في مصر. وشفنا اللقاء بدأ بممر شرفي من لعيبه نادي حرس الحدود للنادي الاهلي، ملك افريقيا وبعبع افريقيا، وبدايه موفقه جدا جدا من النادي الاهلي في احراز الهدف الاولاني من خطا دفاعي واضح من تمريره قفشه، ولكن اللاعب الليبي مش متذكر اسمه هو اللي دخل الجون في نفسه من نيران صديقه. وشفنا الجون الثاني برضو جون عبقري من اللاعب العبقري احمد عبد القادر، الراجل اللي بيلعب بدماغه اكتر ما بيلعب برجليه، وقدر ان هو يحرز الهدف الثاني. الهدف الثالث بقى زي ما احنا شفنا سطلانه قدر ان هو يحرز الهدف الثالث. شفنا طاهر مصطفى صاحب الترند العالمي اللي ابهر الناس كلها ودول العالم كلها بتغني بنفس الهتاف سطلانه. ولا عزاء لهزاز الرؤوس، ولا عزاء للسيد مستشار مرتضى منصور اللي قال في تصريح غريب ان اي حد هيقول الكلام دوت سطلانه انا هحبسه. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بصراحه تعديت كل الحدود، ولكن لسه دورك جاي. لكن احنا خلينا مع الفرحه الاهلاويه، والنادي الاهلي بيثبت يا جماعه ان الدوري في الجزيره، وكأن الدوريين اللي فاتوا دوت كان نادي الزمالك خدهم بفعل فاعل، وطبعا ده فعل فاعل، واحنا شفنا تصريحات الحكام وما شابه ذلك. لكن النادي الاهلي السنه دي ناوي ياكل كل حاجه. نادي الاهلي ان شاء الله الدوري في الجزيره 4 مباريات تحسم قصه اللقب من 9 مباريات، فان شاء الله بنسبه 99.9% الدوري في الجزيره. ومبروك لشعب النادي الاهلي اللي انا واحد منهم. ان شاء الله هنفرح ونفرح. لسه البطولات كتير جايه، لسه ان شاء الله السوبر الافريقي والسوبر المصري، وفي حاجات كتير قوي حلوه للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي. نيجي لتاني حاجه، الاعلام الكبير اللي اتولد كبير اللي كان في قناه نادي الاهلي، طبعا الكابتن هشام. وشفنا طبعا التنمر من الكابتن ميدو لهذا القامه الاعلاميه ان شاء الله اللي هتبقى موجوده رغم انف كل زملكاوي ورغم انف ميدو نفسه، ان الراجل دوت ان شاء الله من تقدم لتقدم، واحنا بنسنده، وان شاء الله يقدر يوصل لاهدافه. احنا عارفين امير هشام كان في قناه نادي الاهلي، ولكن طبعا انفصل وراح قناه تانية في برنامج رياضي محترم كلنا متابعينه، ولكن يطلع علينا ميدو يلقح بالكلام، واحنا عارفين تلقيح الكلام ده بيطلع من ناس معينه اكترتهم بيشجعوا نادي الزمالك. انا عايز اقول للكابتن ميدو، هل انت اعلامي؟ مش عارف. هل انت مدير فني؟ مش عارف. هل انت مدرب نادي الاسماعيلي الفاشل؟ الله اعلم. انت شغلتك ايه؟ هل انت في نادي الزمالك ليك كلمه؟ هل انت في اداره نادي الزمالك؟ الله اعلم. كل دي تخبطات، بس احنا عارفين السجل والتاريخ الغير مشرف للكابتن ميدو، وان هو اعتزل في سن 29 سنه بعد الاحتراف الخارجي، وما قدمش اي حاجه لمنتخب مصر، ومن فشل لفشل. ولكن احنا عارفين ان اي فرد زملكاوي بيبقى ليه دماغ تانية وليه اسلوب تاني، احنا عارفينه. ولكن احنا بنساند الكابتن امير هشام في اللي جاي ان شاء الله، واي حد هيتنمر عليك احنا موجودين للرد عليه باسلوب محترم واسلوب راقي، لان ده طبيعتنا وطبيعه اي واحد اهلاوي.
احنا ما بنلقحش وما بنطلعش كلام يعاقب عليه القانون زي رئيس ناديكو اللي طلع واعاد من جديد نفس اللوغاريتم ونفس التفاصيل اللي كان بيعملها الشهور اللي فاتت، وطلع برضو على قناه نادي الزمالك ويعني كأن شيء لم يكن، وكأن الراجل ده ما اتحبس، وكأن ما فيش أي حاجة. طلع طبعا قرار بإعادته تاني لنادي الزمالك، وطبعا لسه القضية شغالة، ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة. امبارح أول يطلع برضو المستشار يغلط في الكابتن محمود الخطيب، ويغلط في كل واحد، ويفضل يستحلف لكل واحد، وبرضو وحياة أمك لا هوريك، وكأن شيئا لم يكن، وكأن الأعلى للإعلام ده واقف متفرج يساند الغلط. لكن احنا في النادي الأهلي ما بنساندش الغلط، ودايما أي كلمة بتطلع من بقنا بنتحاسب عليها، واحنا عارفين إن أي حد أهلاوي ما بيغلطش، ولكن لو حصل مناوشات بسيطة ده بيبقى رد فعل لقناه نادي الزمالك. واخص بالذكر طبعا مش هنقولها زلزال الرؤوس زي ما احنا قلنا، هم 4 5 بيطلعوا كل يوم يقرفونا زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شفنا، ولكن انا اخاطب الاعلى للاعلام. ازاي يطلع واحد اعلامي يقول لك نادي الاهلي، او مش نادي الاهلي، اعلاميين نادي الاهلي هزاز الديول؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده غلط ويعتبر صب وقصف في الناس ديت، لان احنا عارفين مفيش بني ادم بيهز ديله، لان البني ادم ملوش ديل. احنا عارفين مين اللي ليه ديل وبيبقى موجود في الشوارع وبيهز ديله، فده يعتبر صب وقصف في الناس ديت. فاذا كان رب البيت بالضف ضارب، انتوا عارفين الباقي، مش هكمل. ولكن نادي الاهلي عظيم بابنائه واعلاميه وجماهيره وقبل كل شيء مع ادارته، احنا كتله واحده، ما فيش تخبط ما بيننا، مش زي قناه نادي الزمالك اللي بتطلع تهين دائما الناس. احنا عندنا مبادئ واخلاق، الكلمه دي بتضايقهم جدا جدا، والمستشار عليه لوغاريتمات كتيره جدا جدا جدا. ياما طلعت غلطت في الناس كلها، انت غلطت في مصر كلها، اين العقاب؟ اين وزير الشباب والرياضه؟ راجل زي كده يطلع من محبسه على نادي الزمالك، عمرنا ما شفناها ولا هنشوفها. طيب انت بتيجي تقول نادي الزمالك مضطهد، نادي الزمالك محجوز على فلوسه، هل ان في حد من النادي الاهلي هو اللي حجز على فلوسك، ولا الكابتن او الاستاذ ممدوح عباس هو اللي حجز على فلوسك؟ لان ليه فلوس عند نادي الزمالك، مداين نادي الزمالك، فاولى اللي انت تديله فلوسه. خليك حقاني ورجع للناس حقوقها. ده انت حتى غلطت في الناس اللي جايه تفتش على النادي، الاستاذه المحترمه. ولكن طبعا دي عاده المستشار ان هو بيغلط فيه حتى لعيبته، وفي ابناء نادي الزمالك، وفي رموز نادي الزمالك، وطبعا كان في كتير وكتير وكتير بدون حساب. واللي يعني تعبنا كلنا ان الراجل ده المفروض يتحاسب ويبعد عن الساحه الرياضيه تماما. ولكن في ناس ما تعرفش هو عايزينه بالشكل ده لإلهاء الناس. لكن عايز اقول لكم حاجه، الناس ما بتتلهيش بالكلام ده، لان خلاص الناس بقت واعيه. نيجي بقى لاخر قصه كهربا لاعبنا الفز، وطبعا قصه الغرامه زي ما احنا عارفين. الاهلي عايز قصه لاعبنا كهربا اللاعب الفز، وطبعا الغرامه نادي الاهلي خلاص عايز يدفع الغرامه، ولكن طبعا كان مستني نشوف الحساب اللي هيدفع عليه. يطلع لنا المستشار ويقول لك خلاص بقى عندنا حساب، والحساب ده اساسا جوه الاتحاد المصري تقريبا، او برعايه وزير الشباب والرياضه، ان النادي يبقى عنده حساب يتلقى فيه فلوسه اللي هي طبعا بره منها طبعا فلوس كهربا. هل ده قانوني؟ الله اعلم، ملناش دعوه اذا كان قانوني ولا لا. في حاجات كتير قوي قوي بتمشي بالحب زي ما بيقولوا. ولكن طبعا بعت نادي الزمالك للاتحاد الدولي وقال له ده رقم حسابي، فخلاص نادي الاهلي هيدفع الغرامه. وده مش نصر لنادي الزمالك، احنا بندي للناس حقوقها، ولكن مع العند اللي كنا شايفينه والاهانات دايما من المستشار، فبالتالي نادي الاهلي كان بيعاند وهيدفع الفلوس لغايه اخر وقت، وبالتالي احنا هندفع واشترينا اللاعب بالفلوس. وطبعا اللاعب دوت يعني انا عايز اقول لك جاب لنا بطوله افريقيا، وشوف هناخد كام مليون. فبالتالي احنا كده دفعنا الغرامه بدون ما النادي الاهلي يغرم اي شيء، لان احنا في بطوله افريقيا هناخد 4 مليون دولار. صاحب المركز الاول طبعا دول في حدود 120,000
جنيه او اكتر، فبالتالي هندفع وكأن النادي الاهلي ما خرجش من خزينته هذا المبلغ، ولكن كله يهون عشان خاطر كهربا، والقادم احسن للنادي الاهلي. مستنيين ميركاتو كبير جدا يهز كيان اي فرقه. طبعا النادي الاهلي عايز مهاجم فذ، وعايز بديل لعلي معلول، وطبعا خط دفاع مش هنقول لك بالكامل، ولكن عايزين حد يقدر يشيل النادي الاهلي في الفتره القادمه. النادي الاهلي مليان بالمواهب، وشفنا طبعا ان النادي الاهلي فعلا بمن حضر. تحيه لجماهير النادي الاهلي. فضلا وليس امرا، قبل ما اقفل الفيديو وقبل ما اخلص لاني طولت عليكم، يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي اشتركوا وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، واستنوني ان شاء الله بعد لقاء نادي الزمالك النهارده في الكاس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.